السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشعار ديال اليوم الوطني للمهاجر في 10 غشت 2024 كان: استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج فرص وآفاق. لكن الواقع ما كاين لا فرص ولا آفاق، لأن هناك من يقف سدا منيعا ضد المستثمرين من مغاربة العالم. وبغيت نقول للسيدة أمينة بن خضرة: إذا كنت من حزب تستاهل أحسن، فكان عليك أن تفتحي أبواب الاستثمار وتصادقي على المشاريع الاستثمار اللي مجمدة عندك في المكتب بالرباط. ما زلت أتذكر مستثمرا مغربيا من الخارج كان يريد أن يستثمر في نواحي تطوان برأس مال ديال 5 مليار، والاستثمار ديالو كان هو أنه غادي يشتغل في الخط ديال السكة الحديدية ديال تي جي في من طنجة للدار البيضاء. لكن تمت العرقلة ديال الاستثمار ديالو رغم الرخص اللي عنده، وكان أي مسؤول تيمشي لعنده تيقول له: خصك تدخل ولدي معك في الشركة، في رأس مال الشركة، ماشي الشركة تدخلو من المساهمين. وبقي على ذلك الحال، وذهبت الفرص ديال الاستثمار وخسر فلوسه. وهناك اللي مشاو الآن وعندهم مشاريع ديال الاستثمار بالملايير، ولكن لا أحد يريد أن يساعدهم. إذا لماذا تتقول هذا الشعار ديال استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج فرص وآفاق؟ مكاينش. مبقاوش تكذبوا علينا، مبقاوش ديروا لنا داك الزواق، ولكن في الواقع ما كاين والو. هاد الناس كاين شركات انجليزيه هولنديه فرنسيه اسبانيه برتغاليه وفيهم مغاربه العالم، لكن العراقيل تلو العراقيل. مرة كنت في محادثة مع صديق بلجيكي، وكان عنده واحد النادي سميتو نادي موناكو ديال المستثمرين، ومشاو للمغرب باش يستثمروا في داكشي ديال الطحالب. وهذيك الطحالب البحرية ما كاينة إلا بين الدار البيضاء والعريش، وإما كاينة في موريتانيا والسنغال. صدمني لما أخرجوا كارت فيزيت، واحد البطاقة ديال مدير مدرسة عليا، وعدوا أنه يعطيه البقشيش ويساعدوا في الاستثمار، أنه في الرخص. ماذا وقع؟ داك البلجيكيين مشاو لموريتانيا والسنغال. لهذا فأنتم ما تتخليوش الناس يستثمروا في البلاد، وتتخليهم يمشيو يستثمروا في العقار. وكاين استثمارات اللي أنها غادي تخلق فرص الشغل، غادي تساعد أن الشباب تخرجوا من البطالة. لهذا فحكومة السي أخنوش اللي هو في نفس الوقت مستثمر كبير، كان عليك أن تفتح المجال للمغاربة المقيمين بالخارج. وأطالب بفتح تحقيق لماذا ما تمش التسهيل ديال الاستثمارات ديال المغاربة المقيمين بالخارج. وأعود مرة أخرى للخطاب الملكي ديال 20 غشت 2022 وأقول لك: السي عزيز خنوش، فين مشاو داك الاجتماعات ديال ديك اللجنة الوزارية، وفين
بقاو أو فين تلفوا ما جاء في الخطاب الملكي. كان عليكم الإجراء والاستعجال في تفعيل ما جاء في الخطاب الملكي. إذن أنتم تعرقلون تقدم الوطن. هذه مش المواطنة. أنتم لو كنتم وطنيين حقيقيين وعندكم الغيرة على البلاد، كنتم تفتحوا الآفاق ديال الاستثمار ديال المغاربة المقيمين بالخارج، وهنا نصفقوا لكم ونزيدوا نشجعوا المغاربة المقيمين بالخارج باش يقوموا بالاستثمارات في البلاد، وخاصة في المناطق ديالهم، في مناطق المغرب العميق وفي مناطق المغرب الغير النافع.